السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور على أهل المشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل حاجة جديدة، هنعمله حبة كحك كده صغننين بالسمسم علشان خاطر أولادنا هم قاعدين بيذاكروا ياكلوها. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما ابتدي عايزة ان انا اقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وكبروا القناه، هتكبر بيكم باذن الله. يلا نبتدي. اول حاجه جبناها، جبت كيلو من الدقيق او نص كيلو من الدقيق زي ما انتوا عايزين. انتوا عارفين القناه بتاعتي بتهدف لحاجات بسيطه مش حاجات كتيره. خلاص، هنجيبوا حبه من الدقيق وبعد كده رشه من السكر ورشه من الملح ورشه من السمسم ورشه من الخميره والسمنه بتاعتنا وهنعجنها. خليكم معايا وشوفوا احنا بنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين ادي اول حاجة رشة من السكر، وبعد كده رشة من الملح يا دوبك، وعندنا خميرة اللي هي الفورية رشة منها بردك اهي زي ما انتوا شايفين، وهنروح جايبين رشة من السمسم بردك، وبعد كده هنروح عاملين فحرة صغننة كده في النص عشان نحط فيها السمنة. زي ما انتوا شايفين ادي السمنة اهي. طبعا السمنه انا يعني مش سيحتها، يعني قلحتها، لا ده انا سيحتها بس اهي. هنلفها بس عشان هي سخنه، هجيب معلقه وهنلفها زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهي. طبعا ده عامل زي كحك العيد، بس طبعا مش كحك العيد، دي حاجه بسيطه احنا بنقول نعملوها عشان ايه اولادنا ياكلوها وهم بيذاكروا مع كوبايه الشاي، كوبايه الشاي بحليب كده يعني. دي بقى ايه، هنبس السمنه في الدقيق وايه، وبعد ما نبسها هنقوم حاطين عليها ربع او نص كوبايه ميه على حسب ما هتاخد معانا. زي ما انتم شايفين اهي بدعكها، بقول عليها بيبسوها عشان ايه اهي. بص السمنه والعجينه اللي يشربوا بعض. خلاص كده اهي زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين اهي بنبسوها، وبعد كده ياما اللي هتعملوه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنروحوا جايبين حبه ميه اهي، حبه ميه صغيرين، وايه ونعجن العجينه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده لحد ما تبقى عجينه في ايدينا. ماشي، زي ما انتم شايفين اهي بقت عجينه حلوه اهي متماسكه معانا اهي كده، تعرفوها اهي اهي. بسم الله ما شاء الله عجينه حلوه. ايه بقى انا هعملها بقى ازاي؟ انا بقى هنعملها ان شاء الله، هنحشيها بالعجوه بتاعتنا. شوفوا انا هعملها ازاي. زي ما انتم شايفين اهي كورتها واعملها كده من النص، وهنروح جايبين ادي العجوه بتاعتنا اهي كورناها، وهنروح جايبينها وعاملينها كده. طبعا الناس كلها بتعرف تعمل الكحك، يعني مش حدش بيعرف يعمله. انا طبعا عشان انا عيالي بيحبوا السمسم فانا زودت سمسم تاني. ماشي اهي، وهنبططوها وهتبقى حاجه كويسه زي ما انتم شايفين اهي. وايه وهنروح حاطينها في الصينيه اهي زي ما انتم شايفين اهي. انا هخلصها كلها وهوريها لكم بعد كده. زي ما انتم شايفين يا حبايبي ادي اهو الكحك، وهروح احطه في الفرن. ديت الخطوه التانية، هنحطه في الفرن وخلاص على كده. خلاص كده، خليكم معايا شوف انا هعمل ايه. رجعت لكم تاني، ادي الكحك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي ما انتم شايفين حاجه تحفه وجباره وحاجه جميله. آه يعني دي كانت وصفتي النهارده. الكحك اللي هو بالسمسم وبالعجوه، نعملوه لاولادنا هم بيذاكروا ان شاء الله. ودوت عباره عن نص كيلو. عمل الطبق ده زي ما انتم شايفين. هرجع واقول المقادير تاني. جبنا نص كيلو من الدقيق، عليه رشه من السكر ورشه من الملح، وعليه حبة خميرة بيرة وحبة سمسم، ورحنا جايبين زي كوباية سمن او كوباية الا ربع عليها زبدة او سمنة زي ما تحبوا، ورحنا ماسكينهم بسسينها كلها مشربين السمنة في الدقيق. وبعد كده رحنا جايبين زي نص كوباية مية وعجناها كلها. وبعد كده عملنا العجينة بتاعتنا القمرايه اللي انتوا شايفينها دي، حشيناها بالعجوة وكورناها وحطيناها في الصواني وفي الفرن، وتاكلوها بألف هنا وشفا. ودي كانت وصفتي النهارده
من مطبخ منوعات ماما مها، واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.